النهارده جايين نتكلم في موضوع مهم بيمس كل بيت، بيمس كل واحد عنده حلم بمشكله كبيره قوي قوي بتؤرق قطاع كبير قوي من الناس، الا وهو الثانويه العامه. حلقتنا النهارده بتتكلم عن ضغط الاهالي على الطالب. انت طالب 17 سنه 18 سنه داخل عندك حلم، بتلاقي ولي الامر يضغط على ابنه ذاكر وقف في التلفزيون ومفيش اي انواع من انواع الترفيه وانت لازم تذاكر. انت كتر ما انت بتدي دماغك بمعلومات كتيره من غير فواصل، بعد وقت معين المخ بيقف بيرفض اي معلومه. انا بقول نصيحه لكل طالب ولكل ولي امر، لو ابنك عنده حاجه بيحبها اديله وقت، ان شاء الله في كل ساعه في بينها فاصل 10 دقائق ربع ساعه يعمل حاجه بيحبها. يعزف، بيلعب كوره ينزل يلعب كوره شويه يطلع طاقته ويجي. انا اعرف ناس كتير كانت بتعمل ده ووصلت لكليات كبيره صيدله وطب، بان هي كانت مذاكره، وان هي الثانويه العامه مش ليله امتحان، الثانويه العامه مش ان انا اجمع اكبر قدر ممكن من المعلومه من هنا معلومه من هنا واتشتت، لا. رجاء ادخلوا على منصات التعليم. منصات التعليم مهمة وفيها حاجات مهمة جدا، في فيديوهات موجودة بتشرح المنهج بطريقة كويسة جدا، بطريقة تخليك تستوعب. ممكن الحاجة اللي انت مش عارف تذاكرها وتحفظها خدها على طريقة سؤال وإجابة. السؤال بإجابته كذا، هتبتدي تلم المنهج أكتر. لو انت ملحقتش تعمل أرضية كبيرة قوي في المعلومات، تقدر تلحق من دلوقتي انك تحل أسئلة كتير، أسئلة بإجابة، دور على إجابتها. وانت بتدور هتعرف المعلومة، وانت بتدور هتوصل للإجابة بنفسك، فبالتالي هتحفظها أكتر، هتبقى موجودة عندك أكتر. خليك هادي، ما تسهرش كتير، ما تشربش قهوة كتير، ما تشربش نسكافيه كتير، عشان ذهنك ما يبقاش تبقى عينك مفتحه وانت ذهنك مش صاحي. حاول تاكل اكل مفيد، اكل مغذي. اولياء الامور حاولوا ما تضغطوش على اولادكم، فعلا كفايه الضغوطات بتاعه المجتمع. اي حاجه ابنك هيدخلها ادعمه ان هو يبقى متميز فيها، مش معنى ان هو ما جابش مجموع لا قدر الله ان الحياه انتهت، لا. ادعمه في انه يدخل حاجه يقدر ينتج فيها، يقدر يدخل اي كليه، يقدر ياخد كورسات بعدها، يقدر يوصل لمكانه كويسه، يقدر يوصل لمهنه كويسه او وظيفه كويسه. اكيد هيبقى له وجود طول ما عنده اهل جميله زيكم تقدر تدعمه. كلنا في ظهر ولادنا، كلنا بنقول لكم احنا معاكم، كلنا بنقول لكم شدوا حيلكم، انتوا ابطال بكره ان شاء الله. ان شاء الله احنا على مشارف بدايه ماراثون الامتحانات بتاعت الثانويه العامه. ما تخليش حاجه تضغطك، اي سؤال بيكون فيه خطا ما تقلقش، ما تتوترش، طبيعي ان بيبقى لصالح الطالب، ما تقلقش خالص. انا جايه لك من هناك وبقول لك الثانويه العامه مش نهايه، الثانويه العامه هي فاصل، مرحله فاصله، لكنها مش نهايه العالم. انا لما جيت اقدم في كليه انا ما كنتش بحب المواد النظريه وما كنتش بحب الكليات النظري، وانا مجموعي كان جايب لي كليه كويسه، بس ظروفي سمحت اني ادخل مجال كليه خدمه اجتماعيه. لكن الحمد لله دخلت، ما كنتش بحبها، يعني كنت حفظ وقوانين وفلسفه وعلم اجتماع وحاجات كتيره كده. كنت بتفوق في المواد زي الاحصاء مثلا واللغات وكده، لان حاجه انا بحبها من ضمن المواد اللي انا كنت بدرسها في الكليه. لكن لما درستها تميزت فيها، لما وصلت في الشغل بتاعي اني امتهن بالمهنه دي بالوظيفه بتاعتي، بدات ادعم الطلبه بتوعي اللي بيجوا يتدربوا عندي من الكليه، بدات اقف مع طلبه عندي في المدارس. ده خلاني احس ان انا لا، بجد التربيه الاجتماعيه دي ليها اثر قوي جدا جدا جدا، وهي حاجه مهمه جدا جدا جدا. بتقدر ان انت تأثر في المجتمع، تقدر ان انت تطلع طالب منتج مؤثر في المجتمع، مفيد للمجتمع، مفيد لنفسه ولأسرته. احيانا بعض الأنشطة والمهارات اللي احنا بنديها للطالب بتكون سبب في تغيير مسار حياته. لو اي حد عنده طالب في ثانوية عامة محتاج اي سؤال، عنده اي تجربة، محتاج يعرف اي معلومة، احنا معاك. المنصات التعليمية متواجدة، ولو حد حابب يعرف المنصات دي ايه ممكن تكتبوا لنا في كومنتات، نقدر ان احنا نفيدكم بيها. كل طالب انت متميز، انت تقدر، اوعى حد
يضعفك او يحد من عزيمتك ويقول لك مفيش فايده. في فايده طول ما انت فيك نفس، طول ما انت فيك حياه. اوعى تستسلم، اوعى تقول مفيش فايده، لا، في فايده، فايده كتير. انت حد مهم، بلدك محتاجه فعلا لكل ايد وكل شخص وكل كليه وكل مجال. مفيش مجتمع بيتبني لوحده، بيتبني بينا كلنا. ما تجازفش بحياتك، ما تجازفش بمستقبلك بان انت تدور على وسيله للغش، ان انت تتحدى المراقبه او لجان التفتيش انك تدخل بالموبايل، لان دي فعلا من اكتر الحاجات اللي ممكن تاذيك كطالب، انك تدخل بالموبايل. الموبايل ده معناها حرمان حتى لو الموبايل مغلق. ولي الامر ما تشجعش ابنك عشان ممكن يخسر مستقبله، ما تشجعش ابنك على الاخطاء، بالعكس خليه ملتزم. انت عليك مسؤوليه كبيره جدا ان انت تخلي ابنك طالب ملتزم جنب مذاكرته، تدعمه نفسيا. اوعى تحطمه، اوعى تقول له انت فاشل، اوعى تقول له انت ما فيش فايده فيك، اوعى تقول له انت هتسقط. اديله كلام مشجع، لان دايما التشجيع بيوصلنا لحاجه افضل. مشكله الثانويه العامه هي مشكله مجتمع، مشكله ناس كتيره قوي كلنا مرينا بيها، احنا كطلبه او ابنائنا لما كانوا فيها ودخلوا الكليات تميزوا. ممكن ما اشتغلوش بنفس المجال، لكن تميزوا في المجالات اللي اختاروها لنفسهم. انت متميز، انت تقدر. دايما قدامك هدف انك تقدر، وان شاء الله توصل لهدفك. وباذن الله نبارك لكم كلنا ونقول لكم الف مبروك ان انتوا اجتزتوا المرحله دي وتكونوا في مكان افضل وفي كليات افضل. هنستناكم ونستنى فرحتكم وهنفرح معاكم باذن الله. والنهارده بنقول لكم شدوا حيلكم، بالتوفيق، خليكم معانا. لو عجبكم كلامنا وانتم محتاجين تسمعوا ومحتاجين الدعم، اعملوا سبسكرايب للقناه، اعملوا لايك، شيروا للناس اللي انتم بتحبوهم، قولوا لهم ان في محتوى محتاجين نسمعه، محتاجين يوصل لنا ويوصل لناس تانية غيرنا محتاجاه. شوفوا انتوا محتاجين ايه، اكتبوا لنا في التعليقات، وان شاء الله هنكون معاكم وهتابع معاكم لحظه بلحظه. وباذن الله هنكون المنفذ بتاعكم اللي تقدروا تطلعوا فيه كل اللي انتوا عايزينه. شكرا ليكم. كان معكم ميري فايز، برنامج ببساطه. ببساطة ببساطة ببساطة، بدون طلبات إحاطة وبدون ختام وزارة، حنقولك إيه العبارة وكل ده ببساطة. مهما الإنسان بيعاني من موقف لا إنساني، حتلاقي الحل معانا ببساطة مع ميري. ببساطة 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 مع ميري، ببساطة مع ميري، ببساطة مع ميري، ببساطة مع ميري.